انا يوسف سالم، رئيس تنفيذي المالي لادنوك للحفر. اصغر سي اف او جه في شركه ليستد في ناسداك، ودلوقتي اصغر سي اف او في اي دي اكس. ليه انت شايف ان الاستثمار في ادنوك دريلينج ممكن يكون فرصه استثمار كويسه؟ اكتر شركه في الشرق الاوسط عليها توصيات. كمان 10 سنين من دلوقتي ادنوك للحفر هتبقى عامله ازاي؟ هنتحول من شركه حفر لشركه خدمات طاقه تكنولوجيه عالميه، وان شاء الله تبقى دي اول حلقه واقوى حلقه نعملها في الامارات. اهلا النهارده اول حلقه لينا في سوق الامارات، او في الامارات في سوق ابو ظبي اكسشينج. وما كانش فيه احسن من اصغر سي اف او جه في شركه ليستد في ناسداك، ودلوقتي اصغر سي اف او في اي دي اكس، ودي حاجه كويسه مش سي اف او ادنوك دريلينج. يوسف، شكرا جدا ان انت اديتنا من وقتك. لا بالعكس، شكرا جدا، الف مبروك اول حاجه على الانطلاقه في ابو ظبي. خبر تحفه للسوق، خبر تحفه للتعامل ما بينكم ما بين سوق ابو ظبي. هيبقى يعني خبر ضخم جدا. 4 مليون مستخدم دخلتهم السوق ان شاء الله. ايه هندخلهم ان شاء الله. ان شاء الله. يوسف، عايز اسالك سؤال. دلوقتي انا قابلتك، عايز اخش على طول في الموضوع. ليه انت شايف ان الاستثمار في ادنوك دريلينج ممكن يكون فرصه استثمار كويسه؟ اول حاجه، ادنوك الحفر هي اول شركه في الامارات وتبقى الوحيده لغايه دلوقتي هي اللي بتدفع توزيعات ربع سنويه مضمونه متصاعده. عندنا حد ادنى من التوزيعات كل سنه. الحد الادنى ده بيمثل حوالي النهارده 4% من قيمه السهم. الحد الادنى ده بيدفع بشكل ربع سنوي، هيفضل يزيد على الاقل 10% كل سنه، على الاقل للخمس سنين اللي جايه، ومضمون بغض النظر عن البيزنس، عن سعر البترول، عن اي تقلبات. الحاجه الثانيه، اسرع معدل نمو. النهارده نمو 30% سنه عن سنه كل سنه في الثلاث سنين اللي فاتوا، بالتالي من اسرع قصص النمو اللي موجوده في الايه؟ في الايرادات والارباح، يعني الايرادات والارباح الاثنين. وتالت حاجه، ان النهارده ادنوك الحفر، اي النهارده برميل جاي لادنوك، غاز، بترول، بري، بحري، لازم يجي من ادنوك الحفر. فبالتالي في الاخر نمو ادنوك، اللي هو في الاخر مصدر رئيسي لنمو الدوله، جاي من خلال ادنوك الحفر. فلو انت النهارده عايز يبقى عندك اكسبوجر لمستقبل ونمو الامارات، مستقبل ونمو ادنوك، فده بيتم من خلال ادنوك الحفر. طب يوسف، دي بدايه مبشره جدا جدا جدا. انا هبتدي معاك من الاخر. اشرح لنا كده ادنوك للحفر بتعمل ايه، وايه علاقتها بابو ظبي، او ايه البيزنس موديل بتاعها؟ دلوقتي ادنوك الحفر هي شركه الحفر الوحيده اللي بتشتغل في ابو ظبي. فالنهارده عندنا 140 حفاره. الحفارات دي هي اللي بتطلع البترول والغاز من الارض، عشان تقدر ان هي تحول بترول الغاز ده بعد كده لمنتجات، سواء منتجات تروح في العربيات، تروح في الطيارات، تصدر اي منتج بيجي، تروح تخش في صناعات زي بتروكيماويات، زي فيرتلايزرز. كله لازم يجي من ادنوك الحفر. وبالتالي النهارده اي حاجه انت تسمع عنها، والله بنصدر غاز ال ان جي، والله بنستخدم داتا سنترز الذكاء الاصطناعي فمحتاجين غاز، اي حاجه من الحاجات دي كلها لازم يكون الغاز او البترول ده جاي من ادنوك الحفر. وايه علاقه ادنوك للحفر بادنوك؟ ادنوك هي الشركه الرئيسيه مملوكه بالكامل للحكومه، وادنوك عندها شركات تابعه ليها متعدده بتعمل في مجالات مختلفه. فاحنا مثلا شركه الحفر عندها شركه غاز، عندها شركه لوجستيات، شركه توزيع، وهكذا. فاحنا كادنوك الحفر مملوكين 78.5% لادنوك، وبقيه الحصه هي اللي موجوده على بورصه ابو ظبي. وايه امتى بدات ادنوك للحفر؟ ادنوك حفر بدات 1 سنه 71 مع قيام دوله الامارات نفسها، الامارات المتحده. كانت فكره وقتها الشيخ زايد الله يرحمه ان يكون في شركه حفر وطنيه قادره ان هي دايما توفر للامارات والادنوك القدره على حفر الابار، وحفر الابار باكثر كفاءه ممكنه، عشان تقدر انت تستخرج الموارد الطبيعيه اللي الامارات الحمد لله حصل عليها. اوكي. فادنوك مش هي اللي بتملك الابار، ادنوك تملك الحفارات اللي بتطلع ال الغاز، او ادنوك الحفر بالظبط. ادنوك للحفر، صح؟ وبعد كده انت قلت ان من مميزات ادنوك ان هي بتوزع بشكل دايم، او بشكل كوميتد جارانتيد، بتوزع ديفيدنس. ممكن تقول لنا اكتر قصدك ايه؟ النهارده انت عندك لما تيجي تستثمر في اي سهم، انت بتدور على ايه؟ بتدور على حاجتين. بتدور على زياده في سعر السهم، ودي بتيجي من نمو عمليات الشركه، وده النمو اللي احنا اتكلمنا عليه ل 30% سنه عن سنه. والحاجه الثانيه بتدور عليها هي الديفيدنز او التوزيعات. السهم ده النهارده كل مملوكه هيرجع لي قد ايه؟ النهارده ما فيش غير شركتين في الامارات اللي اول حاجه بيوزعوا السهم ده ربع سنوي، يعني انت كل 3 شهور تستلم كاش. بقيه الشركات كلها يا اما بتستلم كل 6 شهور، يا اما بتستلم كل سنه. فاول حاجه دي فرصه مختلفه خالص، انت يبقى عندك عائد سنوي جاي لك بشكل مستمر، ثانوي سوري، يعني سكندري جاي لك بشكل مستمر من القصه دي. تاني حاجه ان انت يبقى عندك عائد متصاعد، يعني حتى الشركه الثانيه اللي بتوفر العائد الربع سنوي ده بيبقى عائد ممكن يبقى ثابت. لكن في حاله ادنوك للحفر لا، انت العائد بيزيد كل سنه. فانت رقم اللي تستلمه النهارده، السنه الجايه تستلم 10% اكتر، السنه اللي بعدها تستلم 10% اكتر.
فبالتالي العائد ده كمان زائد الحاجه الثالثه، العوائد دي عاده بتبقى في اغلب الشركات بتبقى معتمده على والله انا وصلت لربحيه معينه بديك نسبه من الربحيه كباي اوت. في حاله ادنك للحفر لا، هو الرقم ده مضمون، فانت كانك حاطط فلوسك في البنك تاخد عليها 4% كل سنه، بس الفرق ان انت البنك بيديك معدل فايده، ومعدل الفايده ده غالبا اشياء هيقل مع الوقت لما البنك المركزي بيقلل الفايده. ادنك الحفر العكس، العائد ده هيزيد كل سنه، كانك حاططها في شهاده 5 سنين، بس شهاده 5 سنين بعائد متصاعد، وكمان فوقيها لسه ممكن سعر السهم يزيد، وكمان فوقيها لسه ممكن مجلس الاداره يقرر ان العائد يبقى اعلى من الحد الادنى، فده حد ادنى لكن مش حد اقصى. فانتوا في كوميتمنت لحد ادنى بالظبط كده، بس ممكن مش حد اقصى. بالظبط. بس يوسف فهمنا ازاي نموذج العمل بتاع ادنك للحفر بيساعد ان انت توصل انك تعرف تدي دوت يعني. حاجتين، اول حاجه العقود بتاعتنا 15 سنه. عقود الحفر بالظبط كده. فاول حاجه انا النهارده ضامن ان انا تدفقاتي النقديه داخلي لمده 15 سنه. تاني حاجه العقد ده بسعر ثابت ملوش علاقه بسعر البترول، فانا النهارده بغض النظر البرميل ب 50 ب 60 ب 70 ب 80، انا السعر الحفر نفسه كخدمه ثابت، فانا ضامن المبلغ بالنسبه لي بالظبط داخل عامل ازاي. زائد بقى ادنك للحفر ماضي عقود بالظبط مع ادنك مع ادنك البريه وادنك البحريه وشركات تانية. الشركات دي بتبقى طبعا ادنك عندها حصه فيها، مثلا ناخد اكبر عاملين عندنا ادنك البريه وادنك البحريه مملوكين 60% لادنك و40% لشركاء ادنك، بي بي، توتال، اكسون، اكبر شركات بترول في العالم. لان النهارده ابو ظبي عشان عندها اقل سعر تكلفه بترول، استخراج بترول في العالم كله، واقل معدل انبعاثات كربونيه من البترول في العالم، فده مخلي كل شركات البترول الكبرى حوالين العالم عايزه تيجي تاخد حصه من الابار اللي موجوده في ابو ظبي. فالطريقه اللي ادنك بتشتغل بيها ان هي بتحتفظ في العادي ب 60% من الابار دي، و40% بتبقى في صوره كونسيشنز للشركات العالميه المختلفه دي. اوكي، دولت ماضيين عقود مع ادنك للحفر تضمن او يعني تضمن ايرادات ادنك للحفر لمده 15 سنه اللي بالظبط كده، وده اللي خلاكم انتوا كشركه عندكم القدره ان انتوا تلتزموا او بالظبط توعدوا او تدوا على نفسكم ضمان بالظبط كده، ان انا هوزع توزيعات بشكل ربع سنوي. بالظبط. لان حتى بكل التوزيعات اللي احنا بنوزعها دي وكل الحجم الضخم ده، احنا النهارده توزيعات هتبقى على الاقل 4 مليار دولار على مده 5 سنين بكل البرنامج ده بيمثل فقط 60% من حجم تدفق النقد الحر وصافي الربح عندنا. فعشان كده كمان لسه عندك كمان احتماليه ان الارباح دي التوزيعات دي تبقى اعلى بكتير، لان لسه في 40% ناقصه، يا اما ان احنا هنوزع جزء منها او هنعيد استثمارها، وده هيزود التوزيعات في المدى الطويل. وانا اعتقد يا يوسف اللي انت بتتكلم عليه هو دايما في نوعين من الاستثمارات او نوعين من الشركات، يقول لك فاليو كومباني او جروث كومباني. فاليو كومباني اللي هي انت شركه ضامن ان انت ممكن تحوش فيها، ممكن دي شركه خلاص الكاش فلوس مضمونه، ممكن تعتمد على التوزيعات اللي هي بتعملها. انا شايف ادنك ممكن تكون من هذه الشركات، وانت بتقول كمان في ابسايد جروث من بالظبط هي دي الفكره بالظبط، ان انت عاده محتاج تختار، يا اما تروح مثلا قطاع تكنولوجيا وتاخد الجروث سايد وحته النمو وحته ان سعر السهم ممكن يزيد جامد، بس في المقابل عاده ما فيش توزيعات او توزيعات قليله او ممكن التوزيعات ما تبقاش ثابته وريسك عالي. بالظبط. يا اما تروح في حته الفاليو، تروح مثلا تشتري سهم في بنك، في شركه كهرباء، ميه، شركه اتصالات، وتاخد الديفيدند بتاعك، بس ما فيش نمو عالي. ادنك الحفر النهارده الاثنين، انت فلوسك كانها في البنك مضمونه وبتزيد، بس من ناحيه ثانيه احنا النهارده سعر السهم من ساعه الطرح في البورصه من 3 سنين زاد ضعفين ونص. طرحنا فوق 2 درهم بحاجه بسيطه، النهارده سعره وصل 6، والنهارده في حوالي 35 فلس. فالنهارده عندك زياده، والنهارده لسه يعني انت بتبص على توقع ادنك الحفر اكتر شركه في الشرق الاوسط عليها توصيات من المحللين الماليين. 20 محلل مالي بيغطوا السهم، اكبر رقم موجود، ومنهم 18 بيوصوا بشراء السهم، ومتوسط سعر الشراء حوالي 6 درهم و40 فلس او 50 فلس، ده اكتر من 25% اكتر من سعر السهم الحالي. فعندك الاثنين، عندك توزيعات كانك حاطط فلوسك في البنك واحسن عشان بتزيد، وعندك نمو كبير متوقع في سعر السهم. وانت لما بتيجي تقول الديفيدند ييلد 4%، معناها انت لو اشتريت سعر السهم النهارده التوزيعات في السنه مقسومه على سعر السهم اكنك بتعمل 4% من بالظبط، كانك تمام كل ربع بتعمل 1%، كل 3 شهور بيجي لك 1%. وخلاص انت النهارده كمان عشان عندك زياده سنويه، فانت النهارده لو اشتريت سهم النهارده خلاص انت كده خدته بسعر النهارده، تقعد ال5 سنين الجايين سعر التوزيعات عماله بتزيد كل سنه، وانت خلاص اوريدي السهم اشتريته. انت قلت حاجه مهمه قوي وانت بتشرح. انا اول لما بنيجي نكفر او نتكلم على اي شركه في الريجن هنا او اي حتى مستثمر مهتم بالريجن، دايما عنده مخاوف قد ايه ان اداء ال الاقتصاديات او البلاد، اداء الشركات قد ايه هو بيتاثر جامد جدا بالتحرك في سعر البترول. انت في نص كلامك قلت ان العقود اللي معانا بتحمينا من اي تذبذبات في سعر البترول. ممكن تفهمنا دي اكتر؟ ده ذكاء ادنك كشركه الام لينا، صح؟ ان هو بالظبط هو اصلا ليه عامل طروحات في البورصه دي، سواء ادنك لحفله او شركات تانية، هو عاملها عشان ينشئ
اسواق ماليه قويه في الامارات، عشان هو عارف ان الاسواق الماليه هي سبب رئيسي لنجاح اي اقتصاد، وبالتالي جزء من بناء الاقتصاد الاماراتي ان انا يبقى عندي اسواق ماليه قويه، وجزء من يبقى عندي اسواق ماليه قويه ان انا اشوف المستثمر بيدور على ايه عشان اقدر اجذب المستثمر ده. فالنهارده المستثمر زي انت بتقول كتير منهم مش عايز تذبذب في اسعار البترول، هو عايز يستثمر في ادنوك وفي الامارات لانه شايف النمو الرهيب النهارده من 3 مليون برميل ل 4 مليون برميل ل 5 مليون برميل طاقه استيعابيه، نفس الكلام في الغاز. فعايز النمو ده بس من غير التذبذب في سعر البترول. فبالتالي النهارده عن طريق هيكله ادنوك الحفر بالعقود دي انا بديله كل النمو بس من غير التذبذب. وعشان كده تشوف النهارده ادنوك الحفر اكتر شركه لما تاخد كل الجلوبال ايمرجنج ماركتس، كل الاسواق الناشئه العالميه، تحط كل الشركات اللي فيها وتحط الثقل بتاعهم في مؤشر فوتسي اللي هو اكبر مؤشر وتقارنه بالامتلاك الحقيقي للمستثمرين في الشركات، ادنوك الحفر اكتر شركه في الاسواق الناشئه على مستوى العالم اللي الامتلاك الحقيقي للمستثمرين فيها اعلى من نسبتها في المؤشر، لان المستثمرين بيختاروا ان هم يملكوا فيها اكتر من الثقه اللي في المؤشر. فانت برضه عشان بس تبقى عارفه سواء سعر البرميل طلع ل $90 $50 ولا انا هستفيد من هنا ولا انا هستفيد من هنا، انا انت بستفيد مش هتخسر بالظبط، انت مش هتخسر لما يقل، بس لو زاد على المدى الطويل هتستفيد. ليه؟ لان النهارده لو هو زاد ادنوك هتحفر اكتر. فبرغم ان انا عقودي النهارده مش هتتاثر كسعر العقد، بس انا النهارده لو ادنوك لو السعر زاد جامد وادنوك قررت تحفر اكتر هتديني عقود 15 سنه كمان، فانا كل ما باخد عقد خلاص العقد ده انا خدته، فمش مهم بعد كده يطلع او ينزل مش هتاثر، بس لو فضل يطلع في المدى الطويل يبقى ناخد عقود اكتر كمان. والعكس صحيح برضه ولا لا؟ العكس بس في المدى الطويل قوي. يعني انا النهارده عندي 15 سنه، لو انا بقى كمان 15 سنه من دلوقتي سعر البترول فضل قليل قوي لفتره طويله قوي، يبقى ساعتها احتماليه العقود في المدى الطويل. حاجتين كنت قريتهم عايز اتكلم عليهم معاك. اول حاجه اعتقد ليها علاقه بديت، كان في ان في الطاقه المفروض هتزيد من 4 مليون ل 5 مليون برميل، صح؟ صح بالظبط، الطاقه الاستيعابيه ده الطاقه الاستيعابيه، فده مضمون كده كده بالظبط. بغض النظر عن سعر البترول، ده كوميتمنت او التزام من ادنوك انها تزود بالظبط، صح؟ على 2027 هيوصلوا الرقم ده بغض النظر عن اي حاجه. عشان كده انت بتقول على ان لو سعر البترول زاد البرميل يزيد ممكن يزودوا الطاقه دي، بس لو قل احنا كده كده ملتزمين بالزيادات دي. طيب لو انا فاهم صح تقريبا 90% او اكتر من 90% من العقود بتاعه ادنوك للحفر مع ادنوك، بس في عقود تانية عمان الكويت وامريكا. اشرح لنا اكتر ايه الفكره هنا. بالظبط، الفكره هنا النهارده ان هو طبعا الامارات اكتر، يعني زي ما اتكلمنا اقل تكلفه بترول على مستوى العالم. لما انت النهارده تيجي تشوف ايه الدول الثانيه اللي برضو عندها خطط طويله المدى، النهارده مثلا الكويت عندها خطه لرفع الطاقه الاستيعابيه ل 4 مليون برميل في 2035. والنهارده الكويت خصوصا في الفتره الشهور القليله اللي فاتت في نمو رهيب وتسارع رهيب في وتيره عمل كل حاجه في الدوله والخطط اللي هي ماشيه فيها. فبالتالي فرصه لينا ان احنا يبقى مع ادنوك يبقى في نمو اضافي من خلال برضو شركه بترول وطنيه ثانيه علاقتنا بيها برضو قويه جدا، عندها برضو نمو قوي. نفس الكلام تروح لعمان في شركه وطنيه للبترول اللي هي PDO، وشركه ثانيه OQ برضو عندهم خطط طويله المدى. فالنهارده بالنسبه لنا الخليج كله بيمثل تكلفه قليله، شركات بترول وطنيه عندها خطط طويله المدى، جزء من استراتيجيه طويله المدى للدوله نفسها، مع طبعا عمله مربوطه بالدولار، فكل ده بيوفر لك بيئه عمل قويه جدا. بالنسبه لامريكا البحث عن التكنولوجيا النهارده عشان نفضل ان احنا دايما قادرين ان احنا نأدي الخدمات دي بافضل شكل، لازم نكون دايما بنطور من الحلول التكنولوجيه اللي عندنا وبنطور من خدمات. وعشان تفضل انت بتطور من الخدمات دي لازم يكون عندك دايما احدث الحلول. جزء من احدث الحلول دي ممكن تعملها من خلال شراكات، من خلال جوينت فينتشرز وكده، بس جزء منها برضه لازم تكون انت عندك IP بتاعك، جزء برضه من الفيوتشر بروفنج بتاع البيزنس. انت النهارده اخر برميل في العالم هيطلع من الشرق الاوسط، لان النهارده اقل تكلفه واقل انبعاثات. فلو انت النهارده اخر برميل هيطلع من عندك لازم يكون انت عندك انت الخدمات والIP والملكيه الفكريه اللي تخليك تقدر ان انت تنتج اخر برميل ده وما تبقاش بس معتمد على حاجات تانية عالميه. وبالتالي قدرتنا النهارده ان احنا نستحوذ على شركات بره وتكنولوجيات بره بيدينا في المدى الطويل البيزنس كونتينيوتي ده. يعني انت الماركت الاساسي هو ابو ظبي، وماركت برضو في نفس الاستراتيجيه هي عمان والكويت. امريكا هو اتس بلاي جراوند علشان ابديت وابجريد التكنولوجي عندنا. انترستنج جدا عامه فكره انت تشيره، انترستنج جدا 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 يعني. هو في كذا نوع من الحفر، في البري وفي البحري وفي فراكنج. بالظبط. النهارده زمان كان الحفر بس اللي هو البري والبحري، اللي هو انت في بير بتحفره وتطلع منه الغاز او البترول بشكل سهل. وبعد كده حصلت بقى النمو الرهيب اللي حصل في امريكا. النهارده ان امريكا تبقى اكبر منتج للبترول في العالم على مدار 10 سنين اللي فاتوا، ده حصل ان هم دخلوا في الحفر الصخري او اللي هو الانكونفنشنال شيل اللي هو الفراكنج، انه يبدا كمان يطلع البترول او الغاز اللي محبوس في الصخر.
فده بدانا فيه كمان في ابو ظبي. خدنا عقد السنه اللي فاتت مليار و700 مليون دولار لمده 3 سنين عشان نبدا نستخرج كمان البترول والغاز الصخري من الامارات. فده هيخلي الامارات النهارده مش بس ان هي كمان اقل تكلفه بترول عاديه على العالم، لا ده كمان الثوره اللي حصلت في امريكا دي هنبدا نشوفها في الامارات، موجوده في السعوديه كمان في حقل اسمه جافوره. فهنبدا نشوف منطقتنا كمان بتتصدر العالم في الاثنين، في العادي وفي الصخري. وده طبعا ده كله برضو جزء من يعني اعتقد او سي اللي هو الاستحواذات اللي حصلت في امريكا، تجيب التكنولوجيا دي تجيب والنو هاو التكنولوجيا. ده والخبره دي. حلو جدا جدا. عايز اسالك سؤال، من الحاجات اللي دايما اي مستثمر بتقعد معاه بيكون مهتم مين الاداره اللي ورا الكيان دوت. كلمنا اكتر كلمنا عن نفسك، وكلمنا عن اداره ادنوك وادنوك للحفر. اكيد. ادنوك للحفر رئيس مجلس الاداره معالي الدكتور سلطان الجابر هو رئيس مجلس اداره ادنوك للحفر، هو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعه ادنوك نفسها، والوزير الصناعه والتكنولوجيا. ادنوك للحفر كمان في رئيس. معلش ممكن اسالك سؤال؟ بقاله قد ايه هو رئيس مجلس الاداره؟ هو الرئيس مجلس اداره يعني ادنوك الحفر، هو جه رئيس للمجموعه الادنوك في 2016 ومن ساعتها هو كمان. وقبل كده كان عمل ايه؟ قبل كده كان هو فعليا اللي انشا مصدر، يعني هو فعليا اللي انشا مصدر النهارده هتبقى خامس اكبر شركه طاقه متجدده في العالم على 2030. وطبعا حاجات كتير بقى، يعني كوب بريزيدنت، يعني لو قعدنا نعد لا خلاص كفايه. بعد كده الرئيس التنفيذي لادنوك الحفر نفسها عبد الله مصعبي. قبل كده كان برضو رئيس تنفيذي لادنوك التكرير الريفايننج، اللي هو بيحول البترول للمنتجات المشتقه زي الديزل وكده عشان تحط في العربيات. كان برضو رئيس تنفيذي لادنوك ساور جاز، اللي هي واحده من العملاء بتوعنا، اللي هي الشركات احنا بنحفر وفي شركات بقى اللي هي بتنتج، فواحده من شركات الانتاج. وقبلها برضو كان في بروج اللي هي شركه الكيماويات. وده هتلاقي الفكره يعني برضو اجمل الحاجات المميزه قوي في ابو ظبي ان انت هتلاقي فكره الديب بنش، صح؟ فكره انت عندك عدد كبير جدا من القيادات سواء المواطنين او المغتربين اللي بيتحركوا ما بين الاماكن المختلفه دي، فبينقلوا الخبرات ما بين الاماكن المختلفه دي كمان، وعشان كده كل الحاجات القيادات اللي بنشوفها. طب يوسف، انت دخلتنا على طول في الموضوع ونسينا نعرف الناس بيك. انا عارف انك مشهور جدا. لا خالص بس ممكن برضو اخر حاجه اهميه للاخر بس. لا خالص بالعكس يعني ممكن. انا يوسف سالم الرئيس التنفيذي المالي لادنوك للحفر. قبلها كنت الرئيس التنفيذي المالي لاي اي كيو، اللي هي شركه الذكاء الاصطناعي الخاصه بادنوك، اللي تم الاستحواذ على حصه اغلبيه فيها من قبل شركه بريسايت، اللي هي برضه شركه ذكاء اصطناعي مدرجه في بورصه ابو ظبي. قبلها كنت رئيس تنفيذي المالي لشركه سويبل، شركه نقل تشاركي خرجت من مصر وطرحنا على البورصه في ناسداك في امريكا. وقبلها كنت في الصرافه الاستثماريه مع موريس بنك استثماري امريكي، وقبلها مع كي انفست بنك استثماري قطري. فخر مصر عم. يوسف عايز اسالك سؤال، كمان 10 سنين من دلوقتي ادنوك للحفر هتبقى عامله ازاي؟ هنتحول من شركه حفر لشركه خدمات طاقه تكنولوجيه عالميه. النهارده لما انت هنبص على ادنوك الحفر من 7 سنين، احنا كنا شركه خاصه مش مدرجه في البورصه، كانت شركه حفر فقط في الامارات فقط، وحفر تقليدي فقط. النهارده بعد 7 سنين بقينا مدرجين في البورصه، بنقدم حفر زائد خدمات نفطيه كمان غير الحفر. بنشتغل في دول متعدده، وعندنا الحفر العادي والحفر الصخري. النهارده بدانا نعمل اول تجارب في مصادر طاقه تانية، الجيوثيرمال اللي هي الطاقه الحراريه الارضيه. بدانا في الكربون كابتشر، ان احنا نعيد ان الكربون اللي بيطلع من الابار دي تعيد انت انك تحطه تاني جوه البير بحيث تقلل من الانبعاثات. فبدانا نقدم خدمات بره كمان. النهارده عندنا منصه اسمها انرسول، اللي هي منصه التكنولوجيا الخاصه بادنوك للحفر. عندنا 140 براءه اختراع مركزه على فكره الذكاء الاصطناعي في الطاقه. فمثلا فكره الكمبيوتر فيجن، رؤيه بسيطه الكمبيوتر، ازاي تشوف تحت الارض البير نفسه، وازاي تشوف فوق الارض عشان لو في اي حاجه ممكن تاثر على الصحه والسلامه تقدر ان انت تشوفها. عندنا مثلا شركه في الريل تايم ميجرمنت، ان انا النهارده يبقى عندي اعرف بشكل اني اتابع الحفر عندي، ودي بدا يبقى فيها بريدكتيف اناليتكس، ان انا كمان اعرف اتوقع ايه اللي هيحصل في البير من حيث الحراره من حيث الضغط، وبالتالي اتعامل معاه ازاي. ده كمان 10 سنين، كمان 3 سنين. كمان 3 سنين التركيز الرئيسي لخلق قيمه للمستثمرين. النهارده احنا عندنا المستثمرين دخلوا معانا في الطرح لغايه دلوقتي. النهارده ما بين التوزيعات وما بين الزياده في سعر السهم عاملين حوالي 3 اضعاف الفلوس اللي هم حطوها. بالنسبه لنا كل واحد حط فلوسه في ادنوك للحفر، دي في الاخر مسؤوليه. النهارده دي صناديق معاشات، شركات تامين، افراد وهكذا. وبالتالي النهارده احنا هدفنا الرئيسي في الاخر من ناحيه احنا بنوفر طاقه داخل الدوله او على مستوى العالم بشكل امن وشكل افوردبل للناس، بحيث ان الناس تقدر تستخدم الطاقه دي عشان تنتقل وتصنع وتنتج. وده في الاخر الهدف بتاع الشركه بشكل عام، الهدف النشاط. لكن في الاخر كشركه مدرجه في البورصه الهدف الاول هو تحقيق وتعظيم القيمه للمستثمرين اللي عندنا. وشايف عمان والكويت هيلعبوا
او عقود العمان والكويت هيلعبوا دور اكبر في 3 سنين جايين؟ يعني احنا ان شاء الله شايفينها 2030 هيبقى 80% الامارات و20% خارج الامارات، فبالتالي ده برضو نمو هيسرع كتير من وتيره النمو في الفتره اللي جايه. اوكي. طيب انا يوسف دايما بحاول استشف ايه الثلاثه نقاط القوه او الفاليو بروبوزيشن لاي شركه، ف فهقولهم لك وقول لي هم مظبوطين ولا لا. اول حاجه من ناحيه المستثمرين، فهي فرصه ان انت كده ايه تاخد حلاوه الاستثمار الامن اللي شبه الاستثمار اللي في البنوك مع شويه ابسايد بتاع جروث. فهو حته توزيعات الديفيدنس واضح قوي ان هي جزء كبير جدا من الخطه بتاعتكم، بدليل ان انتوا بتعملوها بشكل ربع سنوي، يعني حتى ما بتستناش لحد اخر السنه. وفي برضو الابسايد سواء من العقود اللي جوه ابو ظبي والامارات الكويت، التكنولوجيا اللي انتوا بتحاولوا تعملوها. فده اول حاجه. تاني حاجه هي لو عايز تراهن على الاقتصاد او نمو الاقتصاد هنا في الامارات وابو ظبي من غير ما يكون معاك الريسك بتاع الاويل، فدي تاني حاجه. تالت واحده هو اللي كان بالنسبه لي ما كنتش متخيله، يعني انا حته التوجه التكنولوجي اللي عندكم في اندستري. يعني انا كان بالنسبه لي دي اندستري تكنولوجيا يعني فاهم نسمع اي بنتكلم على الحف. ايه رايك هم دول الثلاث حاجات ولا انت بتلخصهم ازاي؟ ما انت تسوق الشركه. لا انا لا يعني انا اقول لك برضو احنا فلسفتنا انا عارف ان انت على طول بتسافر وعلى طول بتحاول تسوق الشركه للمؤسسات والمستثمرين دول الماليه العاليه. واحنا من الحاجات اللي احنا بنؤمن بيها هو ان ازاي المستثمر الفرد ياخد نفس الاهميه اللي بياخدها المؤسسه. في اي حاجه انت بتتكلم فيها مع المؤسسات او هم بيسالوا عليها احنا ما اتكلمناش عليها النهارده؟ اول حاجه اعتقد نقطه مهمه جدا انت قلتها، ويعني ان شاء الله يا رب تبقى ثاندر هي الواجهه اللي احنا نقدر من خلالها نعمل ده. واحنا بالنسبه لنا الفرد على نفس الاهميه من المؤسسه، وعمرنا ما بنفكر انت عندك سهم، عندك 10 مليون سهم. في الاخر بالنسبه لنا الفكره انت كان معاك فلوس، قررت ان انت تامن الشركه وتامن الفريق ده انت تحطها معاه، وبالتالي مش مهم خالص مبلغ كام. وكتير جدا بالنسبه لنا بالعكس، عاده الشخص اللي حاطط فلوس ده الفلوس دي بالنسبه له بتمثل حاجه اكبر من محفظته مقارنه بالمؤسسه اللي يمكن موزعه على 1000 سهم. فبالعكس نتمنى ان احنا نعمل ده مع بعض. عايز ازود على انت قلت دوت. احنا النهارده كنا بنتكلم فكره، يعني اي حد يعرف يوسف عارف ان هو راجل مدمن شغل، يعني مدمن شغل. ربنا يكون في عون مراتك وعيلتك. فكره ان انا ممكن احط فلوسي في اسهم، بعد كده كل الناس اللي انت قلت عليهم دولت بالتيم ده كله شغال ليل ونهار ليل ونهار علشان يحاول يزود من قيمه فلوسي. ده كونسبت المؤسسات وذو الماليه العاليه فهموها من زمان قوي وبيستفيدوا منها. ودورنا دلوقتي يعني ان حوار كلنا بنشتغل عشان خاطر نعمل فلوس، ان فلوسنا تشتغل لنا. ده كونسبت ده احنا بنحاول نعمله. ويعني يا رب تكون سبب في ان الناس تدخل اولادها المدارس هم عايزينها، يعملوا الحياه اللي هم عايزينها، يكون في يعني ان شاء الله يكون جزء من الاوبجكتيفز بتاعتكم وتساعدوا الناس انهم يعملوا اول اوبجكتيف ان شاء الله. طيب يوسف شكرا جدا جدا شكرا جدا على النهارده، وان شاء الله تبقى دي اول حلقه واقوى حلقه نعملها في الامارات. متحمس جدا. شكرا جدا. شكرا جدا حبيبي.